مساء الخير عليكم واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الضحك الباكي. معانا الاخ العزيز خبير السياسه والاقتصاد، طبعا مش هنقول اسامي تاني. مساء الخير عليكم. احنا النهاردة في تالت حلقة من البرنامج، تاني حلقة نظهر فيها. الراجل ده هو بس هو غير البلوفر عشان بيتغسل. يعني تفتكروا مش هو ولا حاجة، هو. بس هو عشان انتوا عارفين الجلاخه بقى والوساخه كده لازم الواحد يغسل ويستحمى وبتاع. النهاردة حضرتك محضر لنا مواضيع ايه نتكلم فيها؟ اولا انا مش محضر حاجه، احنا هنتكلم عن اللي بيحصل حاليا في ميدان العباسيه، والمأساة اللي بتحصل طبعا. ربنا يرحم أي واحد توفى، أي واحد مصري توفى آمين. في هذه المذبحة اللي ملهاش أي لازمة وما كانش المفروض إنها تحصل. بس هرجع أقول ده غباء مننا إحنا كمصريين، لأن وحضرتك صحح لي كلامي يعني لو مش مظبوط. المفروض المفروض إن ألف ب عسكرية، إن أي منشأة عسكرية الناس اللي قدامها أو الضباط أو العساكر أو الجنود، مش عايزينهم عساكر، عايزينهم جنود، بيبقوا هم جنود، شرطة عسكرية، جنود يعني في الجيش، بيبقى عندهم العلم والمنشآت العسكرية دي حاجة مقدسة. يعني عنده إن يتقتل ويموت قبل ما أي حد يلمس الحاجات المقدسة دي بالنسبة له. مظبوط. فبالتالي ازاي احنا عايزين نعمل اعتصام؟ ماشي، اعملوا اعتصام، اعملوا مظاهرة، اعملوا اللي تعملوه، بس انتم مدين لنفسكم مساحة او مكان معين، وهو الا وهو تحرير، ميدان التحرير. لكن اجي واقف قدام منشأة اعتصم عشان خاطر عايز اخلص من شخص بعينه او المجلس كله او ده اسمه غباء بعينه. خصوصا ان انتوا عارفين ان البلد ما فيهاش استقرار، وان في مشاكل بتحصل، وان في بلطجيه، وفي ناس هتخش في النص في وسط المظاهرات تعمل مشاكل وترمي طوب وتبتدي. وده اللي حصل، ده اللي حصل، ان اكيد كان في فئه مندسه هي اللي ابتدت الكلام ده كله، وبعد كده بلطجيه جت، وناس بتوع العباسيه يفتكروا ان الثوار هم اللي بيخشوا عليهم بيوتهم، فاهم؟ مع انهم كانوا بلطجيه. ف غباء. انا اقدر اقول ان اللي حصل ده كله ما كانش له لازمه انه يحصل، لان ده كله كان غباء. آه، مش عارف يعني، انت صحح لي يعني كلامي لو انا بقول حاجه غلط يعني. لا، انا شايف ان الكلام اللي انت بتقوله طبعا مفيهوش اي حاجة غلط. خاصة إن أنا شفت حاجة غريبة جدا. المقال اللي لسه كنت بوريه لك قبل ما نبدأ الحلقة، آه، عن مرشحين الرئاسة اللي بيناشدوا الجيش إن هو يحمي المتظاهرين المحتشدين أمام مبنى وزارة الدفاع. إزاي أنت بتطلب مني إن أنا أحمي شخص جاي يشتمني جاي ويسب لي يعتدي الدين عليا، ويعتدي عليا ويضربني بالطوب؟ ولو أحميه رحت عشان إيه عشان بالظبط؟ ايه هو فلنفترض. هدف وجوده اصلا؟ هو هدف وجوده ان هو يأذيني صح. انا احميه؟ يعني كلام ما يدخلش الدماغ خالص خالص. وبعدين الحاجة التانية، انت ازاي انت بتعتدي على جيش بتاعك انت، بتاع بلدك انت. يعني الناس دي شغلتها، لازم انت تحط في دماغك ان شغلة الجيش ان هو يحمي الاراضي المصرية ويحمي الشعب المصري. مش شغلته ان هو يحمي نظام الجيش او نظام المجلس او الكلام ده كله. فالشخص اللي بيحط الافكار دي في دماغهم محسسهم ان طنطاوي ده عبارة عن فرعون، ان الجيش ده هيطلع عليهم يدبحهم وهيستعبدوهم مثلا. ده الكلام مش ده مش هيحصل، صحيح. ده الكلام ده مش الكلام هيحصل. ده مش كلام صحيح. ولما يا جدعان يبقى يحصل، يبقى كل واحد يورينا رجولته. كل واحد عنده شوية بروتين شوية زيادة في الضان يطلع ينطلق ويضرب بالطوب ويسب الدين ويعمل اللي هو عايزه. انت خسران حاجة؟ انت رايح تموت دلوقتي وتموت نفسك علشان حاجة
انت لحد دلوقتي ما تعرفش اذا كان الصح ولا غلط الكلام اللي بيتقال لك ده. لما تشوف لما تشوف الحاجة بتحصل قدام وشك، خلاص انطلقوا. انما كده اللي احنا فيه ده غلط. ده في ناس، انا شايف يا استاذنا ان في ناس بتحاول انها تحول نظر الشعب وتحول نظر الناس في اتجاه تاني خالص عن اللي بيحصل. عن اللي بيحصل. ليه؟ علشان يبقى دماغهم رايقة، ما عليهمش الضغط ان هم لازم يعملوا الحاجة دلوقتي لان في ناس مراقباهم وفي ناس باصة عليهم. صح. انا خطط براحتي ودبر براحتي واظبط الدنيا كلها على راحتي.